أنت أكيد شُفت وأنت بتقلِّب في ريلز الفيديو ده. أو أكيد 100% شُفت الفيديو ده. Hello, Dexter Morgan. ده واحد من أشهر الmemes في تاريخ ديكستر، واللي حصلت بعديه صيبة كبيرة جدًا. لو ما اتفرّجتش على المسلسل فأنت هتستمتع بالفيديو ده جدًا، وبس اشترك في القناة واعمل لايك وهتستمتع بالفيديو وهات حاجة تشربها. الموسم التالت كان مختلف، شُفنا شخصية ميجيل برادو المدعي العام، واللي بعدين بقى واحد من صحاب ديكستر. بالمناسبة في ديكستر Original Sin ظهر مشهد غريب للاجويرتا وهي بتبوس ميجيل برادو، بتقول إن هو بيدعي إن هو كان هيبقى المدعي العام في المستقبل، وفي المستقبل فعلًا بقى هو المدعي العام. وطبعًا في حاجة أحب أبدأ بيها بشكل مبسط جدًا في أول الفيديو، هي علاقة لاجويرتا بميجيل برادو. الاتنين كان ما بينهم علاقة صداقة قديمة، وميجيل برادو هيستخدم لاجويرتا بعدين في إنه يحاول يتلاعب بيها عشان ما تشكش فيه في المستقبل. هو مش قاتل في الوقت الحالي، هو مجرد مدعي عام شريف، ساعات بيتلاعب بالقضايا وكده، بس هو في العموم مدعي عام شريف. في قصص ديكستر، احنا في نفس الموسم الثالث بس انا مش حابب افسر. في عز الموسم الثالث ديكستر كان في قضية بيحقق فيها، وبالغلط قتل أخو ميجيل برادو. وبالمناسبة أخوه كان بيلعب هنا، كان مرشد في القصة، وكان بيحاول إن هو يتابع قاتل. مين القاتل اللي كان ديكستر بيتبعه؟ هو نفس الشخص اللي ميجيل برادو أخوه كان مرشد عنده. فطبعا ديكستر قتل أخو ميجيل برادو. وهنا بقى هتفهم ليه ميجيل برادو بقى واحد من أعز أصحاب ديكستر، لأن ببساطة ديكستر اكتشف إنه قتل واحد ظلم، فلما عرف كان بشكل غير مباشر، وبعد ما شاف ميجيل برادو بشكل غير مباشر حس بإن ميجيل برادو عمال يتكلم عن أخوه كتير، ولأول مرة شفنا بشكل غير مباشر ديكستر ضميره بيتأنب، وقد إيه هو بيتأذي نفسيا بشكل غير مباشر. فعشان كده لما ابتدى يشوف الشبه ما بينه وما بين ميجيل برادو، قد إيه هما متفقين في شوية حاجات زي الضغط والكذب اللي ميجيل برادو كذبه على ديكستر. لأن في مشهد من المشاهد ميجيل برادو جاله الهوس إن هو يدور ورا مين اللي قتل أخوه. طبعا ديكستر هو اللي عمل كده، بس هو لما راح لقى ديكستر في ايده دم على اساس ان هو قتل اللي عمل كده، يعني انتوا فاهمين الفكره. وطبعا فرح جدا بديكستر، ومن هنا ابتدت علاقه صداقتهم، والموضوع كمل مش حابب افسر لحد ما ديكستر وثق فيه ثقه عاميه، وطبعا قتلوا مع بعض. ومن هنا ميجيل برادو حس بالشهوه والنشوه، وقد ايه هو كان مبسوط انبساط بشكل مش طبيعي. ومن هنا طبعا ابتدى ان هو بدل ما يمشي على قواعد ديكستر، لانه خلاص ديكستر وثق فيه فيقول له امشي على القواعد اللي انا ماشي عليها، لا ميجيل برادو مش هيمشي على قواعده. ومن هنا ديكستر قال خلاص انا ما اشتهلش ابدا على كوكب الارض صاحب ليا. وبالتالي ديكستر بيقتل ميجيل برادو. بصراحه الموسم الثالث كان موسم جميل وكويس، بس ندخل في الرابع، وبيبدا الموسم الرابع بحياه جديده جدا لديكستر. يعني نفس العاده الروتين، ديكستر متجوز ريتا وعنده بيت وأسرة زي المواسم اللي فاتت، وبيحاول إنه هو يوازن ما بين دوره كأب وبين دوره كقاتل متسلسل. في نقطة مهمة جدا، وهو في الموسم الرابع هاريسون كان لسه طفل ولسه مولود، وهنا اتكلمت بشكل معمق في أول الحتة اللي ديكستر بيحاول يوازن ما بين حياته كأب، لأن هو وقتها كان هاريسون موجود بس كان طفل. فديكستر هاريسون كان متعب ديكستر جدا في الموسم الرابع تحديدا في أوله، لدرجة إن ديكستر كان ما بينامش. وظهر له واحد من أشهر الميمز في الموسم ده ساعتها، لما كان حرفيا ضيع جثة. يعني هو حرفيا قتل واحد وبعد كده ضيع جثته، وبعد كده عمل حادثة وجاله ارتجاج في المخ، وبعد كده كمل عادي. فعشان كده انت لما هو شاف قاتل الثالوث اللي بالصدفة مين ابتدى يلقح على قاتل الثالوث؟ هو الأسطورة اللي أنا اتكلمت عنه بأشكال غير مباشرة، المحقق العبقري اللي يقدر يحل أي قضية. رحبوا معايا بلاندي. طبعا لاندي ظهر في الموسم ده وهو بيحاول إن هو، طبعا تنبيه، هو ما ظهرش في الموسم، هو ظهر قبل كده في الموسم الثاني، اختفى في الموسم الثالث، رجع في الموسم الرابع عشان اكتشف إن ترينيتي كيلر بيحاول إن هو يعمل دورة قتل جديدة في ميامي. اشرح لكم قصه ترينيتي كيلر بالتفصيل، بس نكمل كمان شويه وهحكيها لكم. ديكستر ابتدى يسمع عن ترينيتي كيلر من لاندي. انا بنسى اسم لاندي بصراحه يعني، بس هو اسطوره في كل الاحوال. وبس ديكستر بيجيله فضول طبعا ان هو زيه زي اي قاتل، ديكستر يروح يقتله ويخلص عليه بسرعه. ولما ديكستر
ما شاء الله عليه يعني قدر بسهولة ان هو يعرف واي اللي انت هتستغربه، هو فعليا قدر يوصل لارثر ميشيل في حلقتين 3 تقريبا يعني. بينما لاندي قعد 30 سنة بيحقق وراه. يعني لاندي ده واحد من اذكى المحققين في ديكستر، ده كان على وشك يكتشف ان ديكستر هو باي هاربور بوتشر لولا بالصدفة الادلة اللي حصلت في اخر الموسم الثاني. لو ما شفتش فيديو دوكس روح شوفه. المهم نكمل بشكل ابسط وابسط. دي معرفش ان هو يوصل لترينتي كيلر، قعد يدور ورا القضايا اللي هو بيعملها وهو فاهمها. ومن هنا اخيرا هبدا احكي لكم قصه ارثر ميتشل، او مش عارف انطق اسمه قوي يعني. شخصيه عبقريه وغامضه واللي قدمها ممثل رهيب وهو جون ليسخو، مش عارف انطق اسمه ما تشغلوش ده. ميز ارثر ميتشل انه هو انسان طبيعي عنده عيله ومحبوب وسط عيلته، بيخدم في كنيسه، محبوب في المجتمع، لكن الحقيقه انه هو قاتل متسلسل عنده طقوس غريبه جدا وبيقتل في سلسله متكرره واستمر فيها لمده 30 سنه. وبتبدأ السلسلة بتاعته بأول حاجة امرأة بيحطها في بانيو، واللي هيحصل في آخر الفيديو واللي غالبا الناس اللي اتفرجت على المسلسل عارفينه، بتترمي في البانيو وبيكون هو من غير يا جدعان افهموني يا جماعة، يعني ساعدوني عشان الشرح هنا مش أسهل حاجة فاهميني. فواحدة في بانيو هو وشت بيبدأ إن هو يقطع. يا جدعان الموضوع صعب عليا في الشرح. وبعد كده بيخلي تترمي من فوق مبنى، اللي بيحصل بعدها واضحة على انها عملية اختفى، بس هو اللي اخفى نفسه. بحاول اخفف الكلام فاهمني. وبعد كده بيمسك راجل وبم كأنه دخل معاه في خناقة ويضربه لحد الموت. وبعدها بيجيب طفل صغير وبيخطفه، وبعد كده بيشيله من على وجهه. ليه بقى هو بيعمل كل ده؟ عشان وهو طفل صغير شاف اخته وهي صغيره بتغرق قدامه في البانيو. بصراحه الحته دي هي بلس 50، بس انا هفصلها لكم. وهو صغير كانت اخته بتستحمى، بعد كده دخلها اختي العزيزه وهي كانت مندمجه وماتت بعدها. لو انتوا فاكريني بهزر روح اتفرج على المسلسل، والله هو ده اللي حصل بجد. وبعد كده لما امه عرفت اللي حصل انتحرت. وبعد كده ابوه لما عرف اللي حصل ضرب نفسه لحد ما مات، وهو الطفل الصغير اللي بيعذب نفسه. ده ملخص قصه ارثر ميتشل. علاقته مع ديكستر اول ما عرفه بص عليه من قريب اكتشف ايه يا عم القاتل المثالي ده انا اتمنى لما اكبر ابقى زيه. بس اول ما ديكستر قرب له اكتشف الحقيقه. اكتشف في اول المسلسل ان ابنه ده انا ابويا الراجل المثالي، بس بعدين اكتشف قد ايه ان ابنه بيكرهه. اكتشف قد ايه هو بيعذب عياله ومعذبهم بشكل مبالغ فيه. وديكستر شافه على حياته لدرجه ان هو حاول ان هو يخنقه ودخل معاه في ان هو يحاول يقتله. وفي النص طبعا بالمناسبه في حته صغيره جدا في النص كان ارثر ميتشل قاعد بيرقص وفرحان جدا مع ديكستر، لان هو اتعصب عليه في مره لما ديكستر حاول يقرب له ويمسك البتاع اللي فيها التراب بتاع اخته. فطبعا لما هو اتعصب بعد كده راق وحب يحكي لديكستر القصه، ديكستر قدر ان هو يعالجه بكلمتين 3 فقرر انه ينتحر. بس ديكستر ما خلاهوش ينتحر. وبعد كده نرجع للصراع اللي كنا فيه يعني. وبس وسط الصراع اللي كنا فيه في الاخر ديكستر بعد ما عرف حياته جري وراه ومش حابب اطول اكتر في التلخيص، لحد ما في النهايه ديكستر قدر ان هو يتمكن منه. بس ديكستر لما كانت عارف ان ترينتي كيلر بيطلع ظهر من اشهر الميمز في التاريخ وهو هالو ديكستر مورجان. وساعتها قال له ابعد عنه. ديكستر ما بعدش عنه، فترينتي كيلر سبقه بخطوه. ديكستر عشان يتاكد ان ترينتي كيلر مش هيأذي عيلته حاول يقول لريتا روحي الفندق الفلاني وانا هحصلك. ريتا في الاخر اكتشفت ان الفندق الفلاني مش محجوز اصلا، لحد ما في النهايه ديكستر اكتشف اللي حصل. ريتا ميتة في البانيو زي اول حاجه في دوره القتل بتاعت ترينتي كيلر، وابنه مرمي في الدم. وبينتهي الموسم بديكستر مصدوم.